تأهل بزيورخ إلى ملحق دوري أبطال أوروبا وخرج أمام بايرن ميونخ. وتأهل بسون السويسري إلى مجموعات الدوري الأوروبي. حصل على جائزة أفضل مدرب سويسري عام 2014. توج بالدوري السويسري مع بازل 15-16 بفارق 14 نقطة عن الوصيف وبرصيد 88 هدف. توج بالدوري السويسري أيضا مع بازل 16-17 وبفارق 17 نقطة عن الوصيف وب 92 هدف. توج بكاس سويسرا عام 16-17 على حساب سيون وفاز عليهم بنتيجة 3-0. ونجح في إقصاء زيورخ في نفس البطولة بنتيجة 3-1 في ربع النهائي. حقق 68 فوز و19 تعادل و15 هزيمة في خلال 102 مباراة مع بازل السويسري. تأهل بيونيون برلين إلى الدوري الألماني الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي عام 2019. في أول مواسمه بعد التأهل بيونيون برلين إلى الدوري الألماني الممتاز كسب بروسيا دورتموند 3-1 في الجولة الرابعة. في 2020 حقق الفوز على بروسيا دورتموند 2-1 ذهابا وحقق التعادل 1-1 ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونخ. في 2021 حقق المركز السابع مع يونيون برلين